الكوكيز الحلو ده عاملاه بكوبايتين بس من الدقيق، من غير سمنة خالص، كوبايتين دقيق واتنين بيض. هنعمل الكمية الحلوة اللي انتوا شايفينها دي بمنتهى السهولة، وبسيط جدا جدا، ومش هياخد مننا ولا وقت ولا امكانيات كتير، وكل مكوناته موجودة في كل بيت. يلا نقول بسم الله، واللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هنا اول خطوة عندي كوباية الا ربع من السكر البودر، وكوباية الا ربع من الزيت، واتنين بيض، واتنين باكو من الفانيليا او معلقة صغيرة ممسوحة من الفانيليا. اهم خطوة عندي انا لازم يكون عندي السكر بتاعي بودر، لازم يكون بودر، ما ينفعش يبقى حبيبات عشان ما يبقاش معاكي متكتل او يبقى فيه قرمشة كده يعني. تقدري تستخدمي هنا المضرب اليدوي او المضرب الكهرباء، او في الخلاط تقدري تعملي الخطوة دي باي جهاز عندك او باي امكانيات. هفضل اقلب كده الزيت مع السكر لغاية لما السكر يدوب خالص والزيت يختفي تماما، ويبقى معايا سائل كده لونه ابيض، ميبقاش فيه اي مكونات معايا خالص، والسكر يكون داب تماما. هبدأ كده ان انا اقلب حلو قوي قوي لغاية لما كله يدوب، ما يبقاش عندي اي تكتلات خالص. بعد كده هبدأ ان انا انزل بالاتنين بيض بتوعي. البيض يبقى بدرجة حرارة الغرفة، يبقى دافي يعني، ما يبقاش ساقع او طالع من التلاجة. هفضل اقلب فيه برضو حلو قوي قوي حوالي 5 دقايق كده لغاية لما اللون بتاع البيض بتاعي يبدأ ان هو يفتح يعني، يبقى لونه ابيض كده. زي ما قلتلك تقدري تستخدميه في الخلاط او بالمضرب الكهربائي العادي، او المضرب اليدوي زي ما انا مستخدمة كده. بس كده. وبعد كده هبدأ ان انا اضيف كوبايتين ممسوحين من الكوباية المعيارية بالدقيق، وعليهم معلقة ممسوحة من البيكنج باودر. طبعا انا سرعت الفيديو اختصارا لوقت الفيديو. وهبدأ ان انا اقلب الخليط بتاعي كويس جدا. هتبقى عجينة مش سايلة ومش متماسكة، بتلزق جدا زي ما انتوا شايفين كده. هسيبها دلوقتي، وبعد كده هجيب طبق تاني وهقسم العجينة بتاعتي او المكونات بتاعتي الى جزئين. حابة تعملي الكوكيز ابيض بس، تقدري تزودي كمان معلقتين على الدقيق على الخليط كله. حابة تقسميهم زي ما انا عاملة كده، تمام. هحط على الخليط الاولاني معلقتين كبار هرميين من الدقيق، والخليط التاني او الكمية التانية حطيت معلقتين كبار من الكاكاو الخام الغير محلى. العجينة بتاعتي بتلزق بسيط، بس ما بتلزقش في الصوابع، يعني فيها تلزيقة كده بسيطة انك تقدري تشكليها كده. انا قسمت الكوكيز بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، العجينة حلوة جدا، تقدري تتشكل زي ما انت عايزة. هنا جبت بقى شوكليت شيبس بتاعتي. هبدأ ان انا اخد كمية صغيرة جدا من العجين. طبعا ما تكتريش، لان هي هتفرش معاكي شوية، وفي نفس الوقت البيكنج باودر هيعمل لها يعني هترتفع في الصينية، فتبقى صغيرة، يبقى حجمها معقول. هتسيبي مسافة ما بين كل واحدة والتانية. وطبعا الصينية بتاعتنا يا اما على ورق زبدة، يا اما مدهونة اي مادة دهنية عشان الكوكيز بتاعنا ما يلزقش في الصينية. هبدأ ان انا اشكل كده بالطريقة دي، بسيطة جدا، والعجينة حلوة قوي قوي، ما فيهاش اي حاجة. تقدري تحطي الشوكولات شيبس على الوش كده زي ما احنا عملناها، او في قلب العجينة. دي طريقة ودي طريقة زي ما انتي عايزة ممكن تعملي. شايفين؟ ممكن يبقى كده او ممكن يبقى كده، زي ما بتشتري من بره او زي ما اولادك ما بيحبوه تقدري تعمليه كده. انا خلصت يعتبر اهو اللي هو الابيض بتاعي او الكوكيز العجينة البيضة، خلصتها كلها. ودي كانت الكمية بتاعتي من كوبايتين دقيق بس. ما شاء الله عملت لي صينية محترمة يعني، حلوة اهي. ونكمل بقى باقي العجينة اللي هي بالكاكاو.
برضو تقدري تحطي الشوكليت شيبس على الوش كده، وتقدري تحطيها في قلب العجينة وتبدأي تكوري، دي حلوة ودي حلوة زي ما انتي عايزة. كده انا خلصت تاني صينية عندي اهو. هدخلها الفرن بقى في الرف الاوسط، بيبقى الفرن سخن على درجة حرارة 180 او درجة ما بين الوسط وما بين الضعيف يعني، عشان ما تتلسعش معاكي بسرعة ويبدأ الكوكيز بتاعي يبقى طري من جوه. لازم ياخد راحته في السوا، هيقعد حوالي من 20 ل25 دقيقة. ممكن تفتحي عليه الفرن عادي مفيش مشكلة، بس يعني ما تولعيش الشواية غير لما تحسي ان هو بدأ ان هو يتمسك معاكي. وبعد كده تولعي الشواية عليه حوالي 4 دقايق بس، ياخد معاكي اللون. وادي الكوكيز بتاعي طلع طعمه تحفة وشكله تحفة وريحته كانت قلب الدنيا. عجينة مظبوطة جدا جدا بالمقدار. يا ريت تجربوها وتقولي لي رايكم فيها ايه. تقدري تعمليها كده وتقدري تعمليها كده، طبعا حاجه حلوه ورخيصه يعتبر جدا عن ما بتشتريها من بره. ولادك هيحبوها جدا جدا، وكفايه تعبك ومجهودك هيبقى ظاهر عليها. دي كان الكوكيز الابيض بتاعي. وبعد كده هرص الكوكيز بالكاكاو قلب بالشوكولاته التاني. ودي الصينيه التانية اهي، حجمها حلو قوي. حابه تصغري عن كده برضو براحتك زي ما انت عايزه، سيبيه لما يهدى شويه وبعد كده تبداي ترصي زي ما انت عايزه بقى. انا سيبته لما يهدى شويه وبعد كده طلعته ورصيته، وده كان شكله النهائي. شايفين شكله حلو قوي قوي ازاي؟ طبعا لو انت لسه جديده معايا في القناه متنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. متنسيش كومنت حلو كده منك يرفع الفيديو. مفرول وحلو جدا وقرمشته تحفه وطعمه جميل جدا. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير جديده ان شاء الله على خير. وباي باي.